رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن الخطر في ملف النفايات الذي لم يحل بعد حتى اليوم هو عودة سوكلين، مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي لرفع النفايات من الشارع، إلا أن الحزب سيعود لفتح ملف النفايات بعد ذلك من خلال تقديم ملف مفصل عن الخطة والحلول البديلة عنها. إذا ما صار في إعادة نظر للخطة يلي انوضعت بمجلس الوزراء، الزبالة راجعة على الطريق. بعد المافيا يلي استلمت ملف النفايات على مدى 20 سنة، بعدها هي ذاتها ماسكة هيدا الملف وعم تطرح حلول كرمال تطلع مزيد من الكوميسيونات ومش كرمال تحل مشكلة الزبالة. لهيدا السبب في ضرورة لإعادة نظر بالخطة. بهاي المناسبة منحذر مجلس الوزراء من أنه إذا من هلأ لأسابيع قليلة ما نحط هذا الموضوع على طاولة البحث ونلاقي له الحلول بعيدة الأمد، نحن منكون عمليا وقفنا علقنا هيدي المشكلة كم شهر ورجعنا وقعنا الناس بالكارثة البيئية يلي رح ترجع، وأنا مقتنع معك أنه رح ترجع، مقتنع. الجميل أوضح أن حزب الكتائب لطالما طالب بلا مركزية النفايات وفصل المعالجة عن الكنس واللم وتحديد نسبة التمر التي لا يجوز أن تتعدى 20%. كما طالب بإجراء المناقصات في دائرة المناقصات لا في مجلس الإنماء والأعمار، وأشار إلى أن أهم ما حققه الحزب هو أن تؤمن الدولة المطمر، لأنه في حال العكس كان لابد أن تكون للشركات التي ستؤمن المطامر أن تنسج علاقات مع زعيم هذه المنطقة أو تلك.